سلام معاكم كيما نسال. اليوم حنقدم لكم صابلي الوردة. درت نصف بالمعجون ونصف درتو بالكابريس. هاد الوصفه بزاف بنينه وخفيفه، تبعوا معايا الوصفه. عندنا 250 غرام تاع الزبده، زدت لها 4 ملاعق سكر ناعم، اي حوالي كاس غير ربع تاع سكر ناعم. غربلتهم، من بعد ضفت حبه تاع البيض وصفار تاع حبه بيض، قرصه تاع الملح، ومن بعد نخفق هاد المكونات مع بعض. يعني تقدروا تستعملوا بانشي بالباتور، تقدروا تستعملوا يعني بالفوي، وشنو لازم ضربوهم مليح. هذا ما كان. زدت له هنايا 4 كاس تاع الزيت، يعني 4 كاس زيت ولو شويه برك ما يلحقش للنصف تاع الزيت. وضفت له ملعقه تاع لافاني، وهذا يعني اختياري. قشور تاع الليمون او بشور تاع الليمون، راح يعطي لها نكهه مليح لهاد الصابلي. وعلى بالكم بلي الزيت عندها الريحه، فبالتالي لازم درت الفاني والقارص باش يتنحى هذيك الريحه تاع الزيت. فوالا. من بعد نضرب مليح حتى وين يعني الخليط تاعي يولي ابيض. نضيف كذلك 4 ملاعق تاع المايزينا، اي حوالي كاس غير ربع، وكملت الخفق جيدا. من بعد هنايا راح نضيف نصف ملعقه صغيره تاع الخميره كيميائيه، ما ديروش بزاف باش الشكل تاعنا ما يفسدناش، وطميدها بالفارينه. فوالا، شوفوا العجينه تكون طريه شويه، ما ديروهاش بزاف يعني. فوالا. من بعد عندي هنايا هاد المول، كاين لي تاع سيليكون، انا خدمت بهذا المول تاع المعمول. واش راح ديروا؟ انا الطريقه تاعي سهله، ندير كيس بلاستيكي كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نحكم ندير كويرات ونحطهم مليح، وشوفوا كيش يخرج الشكل بزاف شباب. ويعني بطريقه سهله تمتم توجدوهم وتحطوهم، يعني ما داوليش مي با نص ساعه ملي درت هاد هاد الصابلي. من بعد طيبتهم على 180 درجه، غير يتحمروا من التحت وراهم طيبين، غير يتحمروا من التحت نحوهم. وفوالا. ومن بعد درت شويه رشه تاع سكر ناعم عليهم من الفوق، وزينتهم قلت لكم بالمعجون، والنصف الاخر زينته بالكابريس، ودرت لهم الورق الذهبي. صدقوني جاو بزاف بنان وبزاف هايلين، ويعني سهلين باش ديروهم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم واكسبلور، ومع وصفات اخرى ان شاء الله. ومع السلامه، معكم كيما ناسان.